شهدت القاهرة مساء يوم السبت حفل زفاف شادي نجل الفنان هاني رمزي على عروسته من خارج الوسط الفني داخل إحدى الكنائس الكبرى، وسط حضور لافت من نجوم السينما والدراما الذين حرصوا على مشاركة زميلهم هذه المناسبة الخاصة. وتحول الحفل إلى لقاء فني كبير جمع أسماء بارزة من الوسط، من بينهم ماجد الكداوي وماجد المصري ومحمود حميدة وأحمد رزق وإدوار ومعمر عبد العزيز ومحمد جمعة وأحمد زاهر، وإضافة إلى علاء مرسي وآخرين. كما حضرت مجموعة من النجمات اللواتي أضافن بريقا خاصا للأجواء، من بينهم الفنانة يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي وريهام حجاج وعبير صبري وداليا البحيري وكمان ليلى عز العرب وغيرهم. ووثقت ريهام حجاج لحظة خاصة عبر حسابها على انستجرام، حيث شاركت مقطع فيديو ظهر فيه هاني رمزي وزوجته، وكتبت معلقة أبو العريس وأم العريس على إنجاب أغنية مبروك لرامي عياش، في إشارة إلى فرحتها بمشاركة المناسبة. وحرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه رسالة تهنئة لشاهد نجل الفنان هاني رمزي بمناسبة زفافه الذي احتفل فيه أمس السبت وسط عدد كبير من النجوم. ونشرت إلهام شاهين صور الحفل عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: ألف مبروك زفاف ابننا الغالي شادي هاني رمزي وعروسته الجميلة ميرنا، ربنا يسعدهم ويفرحك يا هاني أنت وحبيبة منى بأولادهم بإذن الله. أضافت: بحبكم من كل قلبي وبتمنى لكل عائلة رمزي إخواتي الغاليين كل الخير والسعادة، ودائما تجمعنا الأفراح وربنا يديم صداقتنا الحلوة. الفنان هاني رمزي هو فنان كوميديائي مصري جميل جدا وله محبين من جميع أنحاء العالم، ويعد آخر ظهور سينمائي لهاني رمزي في فيلم 200 جنيه كان عام 2021، الذي تضمن 8 حكايات متنوعة بين الكوميديا والترجيدة، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين بينهم أحمد السقا وإسعاد يونس وليلى علوي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وكمان غادة عادل والفنان أحمد رزق والفنان أحمد السعدني، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين. هو ده يكون خبر النهاردة أو فيديو النهاردة. فيديوهات جميلة جدا وصور جميلة لابن الفنان هاني رمزي، الفنان المحبوب الجميل الفنان المصري هاني رمزي، ربنا يسعده يا رب ويسعد الناس كلها. مستنية تعليقاتكم أسفل الفيديو، كله يكتب ألف مليون مبروك. ولو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي، اشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.